الاهلي بيتعادل مع سموحه 0-0 في الدوري المصري. فين بقى النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي؟ لان احنا اتفرجنا عليه النهارده ده مش النادي الاهلي، ولا دي رجاله النادي الاهلي باستثناء علي معلول. فين اللعيبه؟ فين اللعب؟ فين التيكا تاك؟ فين؟ مفيش. احنا حرفيا مش عارفين نوصل للجول. هتقول لي انت بتلاعب كابتن طارق العشري وسموحه والهاني سليمان، هقول لك يا باشا انت اي فريق هتلعبه في الدوري هيبقى هو الوضع ده كده، وبيلعبك على الهجمه المرتده. فدي مش حاجه مش جديده علينا من الاخر. اما بالنسبه للكابتن هاني سليمان، لو فضل يضيع البوست لمده ساعتين كمان، والنبي حتى لو عملت ايه انت اصلا مش عارف تعمل حاجه. انت حرفيا فين الاهلي؟ مش ده الاهلي يا جماعه، ولا دي كورته. وانا قلت من الماتش اللي فات، قلت لك مش ده الاهلي يا جماعه. الاداء مش هو احسن حاجه. بص انا مش هطول عليك من الاخر، لان الواحد حرفيا متعكنن. تمام. انا النهارده يعني الماتش اللي فات كسبنا بالعافيه، النهارده بنتعادل. وهقول لك كمان للكابتن طارق العشري، انت لو كنت هاجمت اقسم بالله النهارده انت كنت هتكسب مستريح، وانت تحط رجل على رجل. انت النهارده لعبت قوي 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 ان انت تقفل تخطف جول. لا ده انت كنت هاجمت، كنت هتجيب جون واثنين وثلاثه. لكن للاسف انت قفلت، ركزت على التقفيل فقط لا غير. لكن انا بقول للفرقه بتاعتنا، هل بقى اللعيبه دي اللي هتقدر تلعب كاس عالم للانديه، هتلعب افريقيا، هتلعب في الكاس، هتكمل في الدوري بالمنظر ده؟ يبقى احنا هنطلع بلح السنه دي، لان ده مش منظر لعيبه خالص بتاعت النادي الاهلي. فين اللعيبه يا جماعه؟ فين السكواد معانا اللي انا هكسر بيه الدنيا، اللي انا هقول بيه انا اهو؟ حرفيا احنا النهارده ما جيناش النادي الاهلي النهارده ولا اي كلام. كوتش كولر، انا يعني بص انا مش هطول عليكم. كوتش كولر انت النهارده يعني ليه برونو لازق في محمد شريف، ليه احمد عبد القادر قدام، ليه عمرو السولية برضه طالع قدام؟ لما كل ده قدام، مين هنا اللي يستلم ويدي للعيبه؟ ما احنا برضه يا جماعه لازم نفكر بس كده. لما كله قدام، انا كله حشيق قدام، مين اللي هيوصل؟ بلعب على الكره الطويله مش بتاعتنا، ولا احنا بنعرف نعملها. مفيش. هتلعب بقى ان انت تخلص كوره، او كوره جت تشوط، ما عندكش انت اللي يعمل الكلام ده. انت مش الزمالك كوره جات لك حد يخلصها، مهاجم يخش ياخد ضربه جزاء، ما عندناش الكلام ده حرفيا يا باشا. انا ما عنديش فنيات ان انا اقول لك ان احنا لعبنا وعملنا وكان في واحد واثنين. لا، هو هقول لك على حاجه واحده بس، الماتش نوعا ما اتغير لما قفشه نزل، لان هو ده اللي كان المفروض يلعب من الشوط الاولاني، وحسين الشحات. الاثنين دول يعني نوعا ما افضل، وخلوا منظر للنادي الاهلي او شكل. لكن برضو الخطوره مش الخطوره اللي في بالك او اللي احنا كنا متوقعينها. لكن حرفيا احنا ما جيناش النهارده، ولا لعبنا كوره، ولا عملنا اي حاجه. وحرام ان ده منظر لعب او شكل النادي الاهلي. حرفيا احنا كده مش هنكمل لاخر الدوري، ولا هنعمل حاجه في افريقيا. ولو ما وقفناش عند الماتش والماتش اللي فات والماتش اللي قبله، احنا في الطراوه. لازم صفقات، لازم نشوف اللعيبه ديت مالها في ايه، المجهدين ولا ايه المشكله اللي عندهم. لازم يبقى في حلول يا جماعه. انما الوضع اللي احنا بنشوفه النهارده والمطوشه اللي قبل كده، دي مش مبشره باي خير خالص خالص. وبالمنظر ده هتقابل سان داونز، ده احنا هنتكل كده 5 كمان. اشوفكم دايما على خير. سلام.